بطل بيزعق وبيرص في امثال شعبيه مش مفهومه لمجرد ان هو يطلع شبح. الاسد ما بياكلش نوايتي، والضبع ما بيعوش في الثلاجه، واخويا السندال اللي تتهدله جبال، واخويا المدرعه اللي بيصاحب الاربعه. طبعا انت مش فاهم اي حاجه من المثل اللي انا قلته ولا انا والله، بس ده بالظبط اللي احنا بنشوفه كل رمضان كل سنه. بطل بيزعق وبيرص في امثال شعبيه مش مفهومه لمجرد ان هو يطلع شبح. المخرج من دول يقعد يحشي لك في الفيلم مشاهد كبريهات وبدل رقص، ويستضيفوه في التلفزيون ينفخ السيجاره ويقولوا انتوا ازاي ما بتقدروش الفن، انت عبيط يا ابني. دي رساله ومناقشه لقضايا المجتمع. قضايا يا عم الحاج، كلنا عارفين انا وانت والمخرج ان الشباب قاطعين تذاكر او داخلين السينما عشان يتفرجوا على المشاهد اياها. بيخرجوا من الفيلم لا فاكرين رساله ولا قصه ولا حتى اسم البطل، بس فاكرين اسم البطل اللي كان بيرقص. ورمضان خلصان بفكره مين بقى وحش الكون الجديد. ولكن الفن اللي كان رساله بجد عملها وحش الشاشه فريد شوقي سنه 1954. فريد شوقي شاف بعينه اطفال بتدخل الاصلاحيه في خناقات تافهه ويخرجوا بفيش وتشبيه لازق في قفاهم طول عمرهم. بسبب الفيش ده بتكون الدوله حكمت على العيل ان هو ما يشتغلش للابد ولا يعرف يصلح من نفسه مدى حياته حتى لو كان اتغير وتاب بجد. الفنان فريد شوقي ساعتها بقى دمه غلي ورجع البيت وكتب فيلم جعلوني مجرما. تفتكر بقى ساعتها ايه اللي حصل؟ الفيلم كسر الدنيا حرفيا لدرجه ان الحكومه المصريه اصدرت قانون رسمي بالغاء السبقه الاولى من الصحيفه الجنائيه عشان تدي الشباب فرصه ثانيه ان هم يكملوا حياتهم. فيلم واحد من ممثل طول عمره لابس قناع الشر بيضرب الناس على قفاهم غير قانون دوله بحالها. قول لي بقى مين من الفنانين الحاليين في رايك لما عمل مسلسل او فيلم غير تفكير مجتمع او عمل تغيير ملموس على ارض الواقع؟ استنى رايك في الكومنتات تحت. فريد غير قانون ونجد الملايين ودلوقتي بيبيعوا الاغراء للمساكين. سلام. حكم تكاتك.